نشرت صحيفة ليكيب الفرنسية خبر مفاده أن نادي السد القطري يبحث عن عرض لإعارة المدافع الدولي المغربي رومان سيس قبل أيام قليلة على انتهاء موسم الانتقالات الصيفية الجاري. وأكدت تقارير قطرية سابقة عدم تمكن إدارة السد من تسجيل اللاعب رومان سيس في قائمة الفريق، باعتبار أن قوانين الاتحاد القطري تحدد عدد اللاعبين الأجانب المسموح بتواجدهم مع الفريق في 7 فقط. ولم يظهر اللاعب المغربي رومان سيس رفقة النادي القطري في أي مباراة رسمية في الدوري المحلي لحد اللحظة، حيث يكتفي فقط في الوقت الحالي بخوض حصص تدريبية. وبات رومان سيس مطالبا بالانتقال إلى فريق آخر على وجه السرعة من أجل الحفاظ على جاهزيته، خصوصا مع اقتراب منافسات كأس إفريقيا، وخصوصا أن الناحق الوطني يعول على تجربته الكبيرة لقيادة خط دفاع الأسود. لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة مع الضغط على الجرس ليصلك كل جديد.